السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا متتبعي بلغوا عني ولو آية مع هذه القصة الجديدة. هذه قصة أختنا أم عبد الرؤوف من الجزائر. طبعا نحن متفقين على أننا نغير الأسماء ونغير البلدان، وهذا حفاظا على خصوصية من يراسلنا من الأخوات، ونجمع في مقاطع صوتية مثل آخر مقطع في همس المستغفرات كان مقطعا تجميع لمجموعة من أصوات الأخوات، مررناها هكذا سريعا وحاولنا أن نحافظ على خصوصية الأخوات. مررنا الأصوات سريعا مع تغيير شوية في نبرة صوت الأخوات حتى نبين أن هذه الرسائل بتصلنا على بلغوا عني ولو آية. إذن أم عبد الرؤوف من الجزائر تروي لي وتقول: أختي أم رفيدة، أنا إنسانة كنت بعيدة كلية عن الدين، كنت غير محجبة ولا أأبه بشيء اسمه دين. نصوم رمضان العيد ورمضان وهذه كلها أصبحت ضمن العادات وليست ضمن العبادات. فمرت بي السنين، تقول أخذت شهادة البكالوريا، درست في الجامعة، تزوجت وأنجبت أولادها الثلاثة وأكبرهم عبد الرؤوف. تقول عشت مع زوجي حياة ضنكة، مشاكل، تعب. تقول أنا سيدة جميلة جدا. تقول لو لم يتزوجها زوجها لحدث ما حدث. تقول أصر عليها إصرارا وحارب لأجل الزواج منها، ثم بعد الثلاث سنوات الأولى كل شيء ذهب أدراج الرياح وكأنها ليست تلك السيدة، وتحول السعد والهناء إلى شيء آخر. تقول أم عبد الرؤوف: كبر أبنائي الثلاثة وقررت عدم الإنجاب وخلاص وانتهى الأمر. تقول في مرة من المرات كنت أقلب في هذا اليوتيوب وأنا أعتبر سيدة غير سعيدة في حياتي. فتقول وأنا أقلب هذا اليوتيوب وإذا بمقطع يتكلم عن الاستغفار. تقول تابعت المقطع، لم أأبه به كثيرا، ولم يكن المقطع للأخ محمد حجازي، كان لشخص آخر يحدثنا عن الاستغفار. تقول في يوم من الأيام ابنها الصغير اللي عمره ما أدري، أنا لم أعد أذكر لأن الرسالة ليست أمامي الآن، لكن نحاول أن أروي القصة مما أتذكره. المهم أصغر أبنائها يكون ربما عمره في 10 سنوات، لأنه السيدة قررت أنها لا تنجب والكبير عبد الرؤوف. إذن تقول أصيب بحمى شديدة، نقلناه للمستشفى، وإذا بسيدة داخل المستشفى تتكلم مع الأخريات حول الاستغفار وسورة البقرة. تقول فشدني نوعا ما حديثها وأسلوبها وكيف تقنع الناس والاستغفار ولزوم الاستغفار وأخذ سورة البقرة إلى آخره. فتقول سبحان الله، فقلت أعطيني رابط القناة حتى أشاهد هذه القناة. تقول أخذت الرابط وعدت إلى البيت، ابني تمثل للشفاء وأنا أتابع هذه القناة، وإذا به الأخ محمد حجازي. تقول أتابعه لزوم الاستغفار، أشاهد مقاطع كانت طويلة. تقول لي يا أم رفيدة يا ريت الأخ حجازي يقلل من طول المقاطع، سوف نوصل له رسالة. فكنت أشاهد القليل من المقاطع لا أكملها، وقلت يلا أبدأ الاستغفار. تقول لأول مرة أطلب من زوجي طلب ولا يتأخر في الإتيان به. تقول قلت له جيب لي خواتم التسبيح وزود، لأنه السيدة في المستشفى قالت أنهم يفسدون بسرعة. تقول وهو عائد من العمل زوجها يأتيها ب4 خواتم للتسبيح. فتقول استغربت، فتقول قلت لزوجي ما بالك، أنت لا تأتي بالأشياء هكذا بسهولة وتأتي ب4 مرة واحدة. فقال لها هذه العبارة: حتى أخلص منك وينشغل لسانك عن غيري، تنشغلين بغيري عني. فتقول سبحان الله، فقال هذه الكلمة فأزعلت شوية، لكن تقول يلا شلت بدأت بالوردية ثم الصفراء، وكل يوم بغير لون ونازلة في هذه المسبحة استغفار استغفار. تقول لم أكن أنتبه إلى أين أنتهي، وفي الغد ربما أصل إلى 20,000. وتقول المهم فإذا
والد زوجها يتصل بابنه ويقول له تعال لي في البلد، يعني في المكان اللي البدو يعني اللي يسكنوا فيه، تعال لي احتاجك ضروري. تقول سافر زوجها، وهم تقول احنا حياتنا متوسطة، لا احنا اغنياء ولا احنا فقراء. تقول وأنا نازلة في ذاك الاستغفار، وتقول إنه أولادها صاروا لما يجوا يكلموها ويجدوها ماسكة المسبحة، فحتى هم خاتم التسبيح يعني بيمسكوا خواتم التسبيح، لأنه صار عندها 4 وأولادها 3 ما شاء الله. فتقول لم أنتبه صاروا بيستغفروا، لديها بنت واحدة وولدان. فتقول سبحان الله، والبنت يعني صارت حتى خاتم التسبيح بتأخذه في محفظتها، وأخذت اللون الأحمر وقالت لا أحد يمسك بخاتمي. هذه البنت سبحان الله. الله إذا أراد بك خيرا يعني يحرك لك الأمور من حولك، وأنت المحرك الأساسي بفضل الله. أنت من يتوب عليك الله ويأتيك إليه، أنت المقصود وأنت المحرك الرئيس في هذه العائلة، شئت أم أبيت. حتى لو كان ظاهريا أنت أضعفهم، ولكن أنت المحرك الرئيس، أنت من أراد بك الله خيرا، وستكون السبب في خيرية الجميع. تقول سبحان الله، تقول زوجها لا يرد في الهاتف، تتصل عليه لا يرد، تتصل بحماتها تقول لها لا عليك، هم مع والدهم يريد أن يعني يرتب أموره مع أولاده، لا تتصلي به، هم مع والدهم، لقد جمع كل أبناء الذكور وخلاص ما لك علاقة أنت بزوجك هذه الأيام، انسي. تقول سبحان الله مكث زوجي عند بيت أهله 3 أيام، اليوم الرابع عاد فيه إلى البيت. فتقول عاد ويعني في يده ظرف، يعني مسك ظرف من جيب قميصه، ظرف فيه مبلغ من المال. تقول مبلغ وقدره، يعني على الأقل هذا المبلغ الذي في جيب زوجها بمقدار راتب زوجها 4 أضعاف. فتقول سألت ما هذا؟ هل بعتم شيء من الأملاككم؟ هل أعطاكم والدكم؟ ما الأمر؟ فيخبرها يقول تخيلي بيت جدي الذي كان يعني في طريق سريع، وهو تقريبا كانوا يعتقدون أن الدولة يعني ربما تأخذ منهم هذا البيت والأرض المجاورة له، ولكن هذا الأمر لسنوات. يخبرها زوجها يقول لها إحنا نسينا الموضوع، يعني كنا قد يعني بدأنا في الإجراءات والوثائق وحتى نسجل البيت وتصبح له ملكية ووثائقه رسمية، وعلى أساس ربما الدولة تشتريه، فأخذت ما قبل بيتنا وما بعد بيتنا، ولم تسأل الدولة ولم تأبه ببيتنا أبدا، ومر ذلك سنوات. يقول لها والدي يفاجأ أنه أملاك الدولة تستدعيه وتأخذ المخطط وتعطيه رسم بياني للبيت، وأنه كيف البيت يعني في مكان استراتيجي الدولة ستأخذه، وبالتالي أعطتهم تعويض لا يحلمون به. ويقول لها تخيلي لو أعطتنا الدولة تعويض منذ 13 و14 سنة عندما كنا نحن يعني حريصون على ذلك لما جاء هذا التعويض. تقول له يعني خلاص أخذت التعويض ويعني قسم أباكم المبلغ وأعطاكم هذا نصيبك؟ قالها نصيبي لا يمكنني حمله معي. تقول له كيف؟ يقولها نعم، والدي فعلا قسم علينا المبلغ، ولكني جئت بهذا في يدي، وأما الآخر فإنه في رصيدي في البنك. فتقول أخبرها بالمبلغ، تقول فذهلت، حيث أن المبلغ يمكننا أن نشتري به فيلا وليس بيتا، وسيارة فاخرة وليست هذه السيارة الصغيرة التي هي متوقفة عند باب العمارة. تقول ذهلت. فتقول قالت لزوجها أتعلم هذا بفضل الاستغفار؟ فيقول لها زوجها تعرفي شو استغفار؟ ما استغفار يعني أنت الثانية يعني الاستغفار يأتيك بكل. تقول له اتق الله. تقول لي أم رفيدة أنا جريت على خزانتي وبدأت أقلب أشيائي وأبحث عن قطعة لباس تصلح حجابا، وقلت علي أن ألتقي حجاب. تقول لي وأنا داخل البيت، وتقول لي صرت أسأل زوجي هل هذا الثوب يصلح حجابا؟ أنا غدا يجب أن ألبس حجاب. سبحان الله، نحن نعرف الله حقا بالآيات الحسية. نحن بشر بالآيات الحسية نصل فعلا إلى اليقين في أننا ندعو الله فيستجيب. تقول هذه السيدة صار زوجها يضحك ويقول لها الآن ترتدي الحجاب بعدما صرتي سيدة كبيرة وصرتي يعني لا أحد ينظر إليك. تقول لي يا أم رفيدة ارتديت الحجاب في اليوم الغد
نزلت إلى السوق واشتريت حجابا، وبعدها تكلمنا أنا وزوجي بعد 3 أو 4 أيام. تقول لي لم أعد أذكر، وحتى أنا عزيزتي لم أعد أذكر لأني أقرأ القصة ثم يعني أقرأها عدة مرات ثم أحاول أن أرويها من جديد. فتقول لي سبحان الله زوجها بعد عدة أيام يقول لها أعتقد أن للاستغفار فعلا ثمار. تقول قلت له ألم تقل لي أن الاستغفار ليس له ثمار؟ تقول